مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. لما طلعت قلت لك الفرق كبير قوي، وكررتها أكتر من مرة وقلت لك الفرق كبير جدا 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 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. ناس كتير زعلت بحكم انتمائها وطبعا وولائها للنادي اللي بتشجعه، وده حقهم طبعا المنطقي، لا جدال في ذلك. ولكن انا لما قلت كده انا ما بنتقص من نادي الزمالك. نادي الزمالك له كامل الاحترام والتقدير وكل حاجه، نادي كبير ونادي عظيم، بس فعلا ما فيش وجه للمقارنه يا جماعه. وفي فرق سنين كتير قوي بيننا وبينهم، سواء بالارقام سواء بالاحصائيات سواء اداريا سواء فكريا جماهيريا. لا، النادي الاهلي في حته تانية خالص بعيد عن الكره المصريه. ما فيش وجه للمقارنه بين الاهلي والزمالك، مع احترامي الكامل لنادي الزمالك والله، بس ما فيش وجه للمقارنه يا جماعه. انا هوريك حاجه بسيطه قوي تبين لك ان في عز الازمات اللي فيها نادي الزمالك وعز البلاوي السوداء اللي فيها نادي الزمالك، ومن تقريبا ساعه وقف قيد جديد بسبب مش عارف خالد ابو طيب يا باتشيكو او ايهما اقرب او الاثنين معا، مفيش مشكله خالص. في صفحه بتنتمي لنادي الزمالك بيتابعها عدد كبير جدا من جماهير نادي الزمالك، اسمها ايطاليان زملكاوي. الصفحه دي منزله بوست، انا مش فاهم هي منزلاه ليه وفي التوقيت ده ليه. بتقول لك ايه يا سيدي؟ بص كده: ناصر منسي الأسطورة الذي أجبر المنافس اللي هو النادي الأهلي على دفع مبلغ 10 مليون دولار. يعني دول بتوع إيه كانوا لناصر منسي عندنا؟ يعني أنا فاهم الإسقاط عليه، بس أنا بقول لك يعني دول بتوع إيه؟ يعني مثلا ناصر منسي عايز مننا احنا 10 مليون دولار هنديهم له، ولا دي ايقاف يعني غرامات على النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي واكل فلوس لعيبه ما اداهمش فلوس يعني، ولا ايه بالظبط؟ هو قصده يعني ان بسبب جول ناصر منسي في السوبر الافريقي اللي فاز بيه نادي الزمالك اخر مره امام النادي الاهلي، ده خلى النادي الاهلي يروح يدعم صفوفه ويجيب صفقات جديده، وتناسى تماما ان النادي الاهلي عنده بطولات كتيره داخل فيها، اهمها بطوله افريقيا اللي هو مش عارف يوصل لها، كاس العالم برضو للانديه اللي هو مش عارف يوصل لها، اكيد تتابعا ان هو مش عارف يوصل دوري ابطال، فاكيد مش هيوصل كاس العالم للانديه. لان اقولها لك للمره المليون، الكونفدراليه ما بتوصلش لكاس العالم للانديه. سيبك من كلام عمرو الدرديري، انت فضلت مصدق عمرو الدرديري لحد ما نزلوا القرعه بتاعت كاس العالم. عايز وكسه اكتر من كده ايه يعني؟ عايز عقليه اكتر من كده ايه؟ انا الومك بيها او افضحك بيها يعني، او اقدر امسك عليك حاجه بيقولها الدرديري يعني؟ انا ما بعتمدش كلامه وكل حاجه، بس انت كنت مصدقه لحد ما نزلوا القرعه بتاع فرق كاس العالم للانديه، وقال لك نادي الزمالك هيتبعت له دعوه وهيشارك بصفته ان هو اكتر نادي، تاني اكتر نادي فاز بالالقاب، وصن داونز فاز ببطوله ورايح، والترجي فاز بثلاثه ولا اربعه ورايح، الوداد فاز باثنين وثلاثه ورايح. طب انت عايز عقليه؟ انت بتصدق عقليه الدرديري وتقول لي الفرق بين الاهلي والزمالك مفيش فرق؟ ازاي؟ ده كفايه ان انت بتصدق الدرديري، دي لوحدها تخليك تنط من المنظومه كلها يعني. فانا بقول لك يعني هو بسبب جون ناصر منسي في السوبر الافريقي انا رحت دعمت يعني. طب يا سيدي، حضرتك تعرف يا نادي الزمالك يا عظيم مين صاحب الرقم القياسي في التتويج بالسوبر الافريقي وفاز بيه كم مره؟ او اقول لك حاجه من اللي انت بتحبها: مين الاكثر تتويجا بالسوبر الافريقي اساسا؟ او احب اقول لك المعلومه دي: النادي الاهلي هو النادي الاكثر تتويجا بالسوبر الافريقي 8 مرات: 2003 2002 2006 2007 2009 2013 و14 و 2021. 2021 ان لم تخن الذاكره، بس انا عارف ممكن يمسكوا لك ايه ان سنه فلتت منك، يقول لك شوف جاهل وما يعرفش تاريخ النادي الاهلي. لا، ده انا ممكن اقول لك من اول البطوله لاخر البطوله ايه اللي حصل وايه اللي تم وايه خلصت بضربات الجزاء ومين اللي صد ضربات الجزاء، وممكن اقول لك بالاسم والحرف، ما عنديش اي مشكله، بس مش موضوعنا دلوقتي. فانت لما تيجي تقول لي مفيش فرق، اقول لك لا، بالاحصائيات والارقام الفرق شاسع، الفرق كبير قوي. ده في عز ما انت في محنه وبتوقف لك قيد وعندك بلاوي سودا، عندك لعيب انت لسه ماشي من عندك انت ما عرفتش تجدد له، عندك لعيبه انت عايز تقعد معاه عشان تجددها تجاوزت ال 40 سنه بتشرطوا عليك وطالبين ملايين، في حين ان في ناس تانية تستحق انت بتديها مليون واثنين وثلاثه. صاحب ال 40 سنه ده بيتشرط عليك وبيقول لك واحد اتنين تلاته. في عز الكوارث ديت انت في لاعب عندك اسمه احمد حمدي جاي يقول لك انا عايز اسافر اطمن على نفسي، قلت له انا ما عنديش فلوس سافر على حسابك. في عز الكوارث ديت راجل مدرب حراس
اليد سافر بفضيحه بفضيحه بمساعده واحد اهلاوي. الراجل نزل بوست وشكره وقال لك الراجل ده سبب ان انا اوصل كرواتيا، وان شاء الله لما اطمن على اسرتي وعيلتي انا هحكي عن كل حاجه. تقريبا في فضايح وفي بلاوي سودا الراجل ده شافها داخل نادي الزمالك. في عز ده كله، في عز ده كله انت سايب الدنيا كلها، سايب الدنيا كلها وجاي تنزل بوست. انا مش فاهم له اي حاجه، مش فاهم له اساس ولا معنى. وايه وقت تنزيله اللي انت تنزل بوست زي ده في وقت زي ده، في عز ما ناديك بيمر بازمات رهيبه، اللي انت تنزل بوست زي ده تقول لي ناصر منسي اجبر النادي الاهلي ان هو يدفع 10 مليون؟ يعني انا مثلا لو كنت كسبت السوبر الافريقي ده ما كنتش هدعم يعني انا لو كسبت السوبر ما كنتش هدعم باللعيبه ديت؟ لا. وزيدك من الشعر بيت، ده في صفقتين تانيين ان شاء الله هنقولهم في موعدهم، صفقتين جبارين، صفقتين جبارتين يعني بمعنى الكلمه. ان شاء الله هتشوفهم مع الاهلي في كاس العالم. اتمنى من دلوقتي ان انت تجهز نفسك، تجهز حاجتك وفشارك واشتراكك وتجدد اشتراكك طبعا لباقه كاس العالم للانديه علشان تعرف تتفرج كويس وما يحصلش ايه يعني، ما يقطعش برضو عندك النت وانت وبتتفرج سرقه ولا حاجه. لا، اشحن باقتك وظبط امورك عشان تقعد تتفرج كالعاده. كالعاده ان انت تعيش على الاطلال دي مش مشكلتي. لما بقول لك ان الفرق كبير دي مش مشكلتي برضو. انا بقول لك بالاحصائيات بالارقام الفرق سنين، الفرق سنين، الفرق سنين بيني وبينك. فهمت عليا؟ يا ريت تكون فاهم انا بقول لك ايه. اللي انت بتعمله ده يدل ان انت عقليه متخلفه، ان في عز مناديك في كوارث وفي ازمات تنزل بوست زي ده ملوش اساس او ملوش اي 30 لازمه خالص، غير ان انت يا اما بتستحمر الناس دي، معلش انا اسف في اللفظ يعني، الناس اللي بيتابعوك دي، يا اما انت مش فاهم حاجه وعيل صغير، وساعتها ما عندناش مشكله. اذا كنت عيل صغير وما بتفهمش نعديها مفيش مشكله. ولكن ان انا افضل عايش على الاطلال ده كان وكان، زي مثلا بطوله افريقيا يا جماعه 2020 اللي هو نهائي القرن، لحد النهارده لما تيجي تقابل زملكاوي وتتناقش معاه في موضوع زي يقول لك لا بس كان لولا كوره زيزو اللي جت في العارضه يا كان زمان الدنيا مختلفه تماما طبعا. ولو دي ممكن تسمعها منهم مليون مره في الجمله، في الجمله الواحده. لو مصطفى غربال بس كان عنده ذمه وضمير وما ارتشاش وما اخدش الشيك ابو 10 مليون جنيه كان حصل ضربه الجزاء بتاع اشرف بن شرقي، رغم ان الدنيا كلها طلعت وقالت لك ان ما فيهاش ضربه جزاء، بالعكس ده كان فاول على اشرف بن شرقي من الاساس، طبعا ساعه ما كان اشرف بن شرقي بيلعب معاه. ولكن سبحانه مغير الاحوال، النهارده اشرف بن شرقي في النادي الاهلي. ده نجاح للنادي الاهلي، ده فشل ليك انت، لان اللعيب ده كان عندك، اللعيب ده قعد سنين بين جدران ناديك، انت ما عرفتش ترجعه او ما عرفتش تحافظ عليه، دي مشكلتك مش مشكلتي. ما تلومنيش انا، ما تلومنيش انا عليها، لوم ادارتك اللي نايمه في العسل، لوم ادارتك بتاع الشيكات المفتوحه. انت جاي تقول لنا ان مفيش فرق بيني وبينك وان انت بتتجامل وان الكل واقف في ظهرك. تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ لقب نادي القرن مصطفى مراد فهمي. طب يا عم مصطفى مراد فهمي مش عملت حاجه في القرن الجديد؟ لا. طب وكاله الاهرام اللي كانت بتساعدك وكانت واقفه وكانت بتديك ده، طيب وكاله الاهرام انتهت، مع ان وكاله الاهرام لها قصه كبيره قوي 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 يعني، هنبقى نحكيها في يوم من الايام يعني. طب وكاله الاهرام مشيت ما عادش، هل النادي الاهلي وقف ياخد بطولات؟ لا. طب انت دخلت افريقيا وخدت بطولات في افريقيا؟ برضه لا. عملت حاجه في القرن الجديد تثبت مثلا ان انت كنت احق واقدر بلقب؟ نقول لك لا بس انا كنت التسعه اكبر من السبعه. احنا نهزر؟ لا التسعه اكبر من السبعه، وماسكين لي في الجمله دي. يا عم انت تعيش على الاطلال دي مشكلتك وبراحتك، انت حر، بس مش لازم نادي الاهلي في جمله مفيده في كل حاجه. اخيرا زيزو في المونديال، قصه زيزو منتهيه يا جماعه، محدش يقدر يجيب اي لوم على زيزو. زيزو ما مضاش اي عقد رسمي، حتى لو مضى اي عقد رسمي محدش يقدر يقول لك هو ماضي امتى. انا ممكن زيزو يوم 1 يونيو امضي العقد عادي، ما عنديش مشكله، انا واخد الضمانات الكافيه ان زيزو يجي يوقع لي في اي وقت. حتى لو حد اللي عنده اثبات ان زيزو، ان الاهلي تفاوض مع زيزو قبل ال6 شهور اللي يحق ليه التفاوض يطلعوا يا جماعه. انما سيبك بقى من اللك والعجن وان مباراه بيراميدز ديت اتحطت في الميعاد ده عشان نقدر نأيد زيزو. هو زيزو هيتأيد؟ ايه المشكله في تأييد زيزو؟ هو زيزو عليه حاجه مثلا؟ زيزو انتم مبلغين عليه حاجه؟ انتم ماسكين عليه حاجه؟ فيا ريت نبطل من لغه الهري والكلام ده واستقيموا يرحمكم الله. سلام عليكم.